اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه جات لي حاجه كده مهمه جدا بالنسبه لي، وكان نفسي اجيبها قوي من زمان، والحمد لله طلبتها وجات لي لغايه باب البيت بكل سهوله. اللي انا بكلمكم عليها هي الخبازه اللي انتوا شايفينها دي. هنعرف بقى في الفيديو ده مكوناتها وطريقه تشغيلها ومصنوعه من ايه بالظبط، وهل هي عمليه ولا لا، وبتشتغل بالغاز ولا بالكهرباء، وكمان هنخبز فيها مع بعض وهنشوف نتيجه المخبوزات، وهنعرف هي افضل ولا فرن البوتاجاز. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. يلا بسرعة كده اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين بقى شكل المخبوزات اللي عملناها في الخبازة النهاردة؟ بجد شكلها يفتح النفس. احنا عملنا النهاردة الوصفة بتاعت البكاكيم او البكاكين او الكماج، تسموها بقى زي ما يعجبكم. بس شايفين بقى شكل الرغيف بتاعنا؟ بجد تحفة، والسوا بتاعه مفيش بعد كده. يبقى النهاردة في الفيديو بتاعنا هنعمل كده ريفيو بسيط على الخبازة اللي انا جبتها، وكمان هنعرف طريقة الكماج او البكاكين او البكاكيم على حسب ما تسموها. انا معايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا كوبايه من اللبن الرايب، ولو عايزه تعمليه بالحليب مفيش مشكله، حطي للحليب معلقه من الخل. وكمان معايا ربع كوبايه من السمنه على الزيت، الكوبايه الصغيره دي فيها حوالي ربع كوبايه. ومعايا كده حوالي معلقه كده من القشطه اللي هي وش اللبن، ومعلقه كبيره من اللبن البودر، ممكن تستغنوا عنه بس بيدي لون حلو قوي للكماج بتاعنا. ودي قطعة صغيرة من الخميرة البيرة، انتوا عارفين انا بستعمل البيرة وبحبها. دي كده بتبقى حلوة جدا. حطيت عليها معلقة من السكر و3 معالق من المية الدافية، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ذرة من الملح كده، معلقة صغيرة من الملح بتاعة كل المخبوزات، واخر حاجة معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبتدي كده اجيب البولة اللي انا هعجن فيها، هحط فيها نص كيلو من الدقيق زي ما قلت لكم النهارده. انا هعمل نص كيلو من الدقيق، والمقادير اللي قلتها لكم دي بتاعه نص كيلو بس. حطيت كده المواد الجافه مع بعض، حطيت كده الدقيق ومعاه اللبن البودر وذره الملح، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلبهم كده مع بعض. دي المكونات الجافه، هديهم تقليبه كده حلوه قوي عشان كل المكونات الجافه تندمج مع بعض. طب يا ترى هحط ايه دلوقتي؟ هحط كده السمنه على الزيت. انا قلت عايزه ربع كوبايه، يعني المج العادي كده حطوا فيه ربع بس، مش اكتر من كده. هي الكوبايه دي صغيره فيبان ان هي نص كوبايه، لا انا حطيت ربع كوبايه من المج العادي بتاعنا. وهبتدي كده ابس زي ما تكوني بتعملي الكحك بالظبط. يعني نص كيلو انا حطيت له ربع كوبايه من المواد الدهنيه. المرحله بتاعه البس دي بقى مهمه جدا، عشان لما تيجي تعجني ما يكونش فيه كده تكتلات من الدقيق والسمنه. لازم تبسي كويس جدا بين ايديكي، يعني زي ما شفتوا كده بين ايديا انا بحاول اخد الدقيق والسمنه والزيت وابسهم كده بين ايديا. ودلوقتي بقى احط كل المواد السايله. حطيت اللبن، كوبايه اللبن الرايب، وحطيت كمان الخميره البيره، وقطعه القشطه الصغيره اللي انا حطيتها ممكن برضو تستغني عنها. وهبتدي اعجن بقى بالشكل ده. ولو لقيتها عايزه ميه ممكن تزودي لبن تاني، وممكن تزودي ميه. انا زودت بتاع ربع كوبايه ميه كده وانا بعجن لغايه ما بقت العجينه بتاعتي بالشكل ده. شايفين بقى العجينة بقت حلوة جدا زي ما انتوا شايفين كده، واتعجنت بكل سهولة. بس اهم حاجة تعجنيها وتخدميها كويس قوي في العجن. جبت كده حوالي نص معلقة بس من السمنة البلدي، خدت كده اخر عجنة بالشكل ده عشان تبقى ريحتها حلوة. شايفين بقى؟ حلو قوي كده. هغطيها بقى، لازم اسيبها تخمر لان العجينة دي فيها خميرة. لازم اسيبها تقريبا نص ساعة كده. خلاص هي خمرت معايا، وهبتدي دلوقتي بقى اقرصها كده، يعني تقريبا قد الليمونة الكبيرة. قطعة كده قد الليمونة الكبيرة. وطبعا الحجم ده يرجع لك انت، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة براحتك خالص. انا بصراحة عملتها صغيرة، بس هي يمكن تبان لك دلوقتي في الطبق ان هي كبيرة شوية. لا هي يمكن لما خمرت شوية كبرت، لكن انا عاملاها القطعة صغيرة قد الليمونة الكبيرة بالظبط. جبت كيس كده وفتحته وغطيت العجين بتاعي، ما تسيبوش مكشوف عشان الوش بتاعه كده ما ينشفش. ودلوقتي هبتدي بقى اشتغل من اول قطعة عملتها. يعني انا كده خليت بالي، انا الناحية اللي عملتها في الاول هبتدي بيها اهو. ببتدي بقى افردها بالشكل ده. في الوقت ده بقى عايزه تعمليها مدوره او بيضاويه زي كده زي ما يعجبك. انا كنت عملت معاكم الفيديو ده قبل كده، كنت عاملاه العيش بتاعي او الكماج بتاعي كان مدور. النهارده بقى هعمله بيضاوي كده. شايفين بقى بيتفرد بكل سهوله، ان انا سبت العجين بتاعي خمر، وكمان بعد ما كورته كده سبته حوالي بس 5 دقايق مش اكتر من كده. وابتدأت اشتغل فيه، بس بدأت من اول واحده عملتها اهو. شايفين؟ سهل جدا في الفرد، مش عايز اي حاجه. حلو قوي كده. جبت بقى صينيه كده وحطيت عليها قماشه بيضه كده نظيفه، دي مخصصه للعجن. وابتدات اعمل طبقات كده واحط العجين بتاعي والارغفه بتاعتي واغطيها. نرجع بقى للخبازه بتاعتنا. بصراحه انا طلبتها بالتليفون وجات لي لغايه باب البيت عن طريق البريد. يعني انت لو عايزه تطلبيها تطلبيها بكل سهوله، وهتجيلك في خلال يومين.
عايزين نعرف بقى مكوناتها. شايفين دي صينية دي او طاسة بس ليها ايد، الايد بتيجي مفصولة وانا ركبتها كده بمسمار، يعني عايزة مفك، او انا ركبتها كمان بسن السكينة، مش محتاج اي حاجة عشان هي بتيجي في كرتونة كده محكمة. وليها كمان الايدين اللي انت شايفاها دي طبعا بتعزل الحرارة عشان تقدري تشيليها من مكان لمكان. وبصوا بقى، شايفين الهيتر اللي فوق ده؟ هو ده بقى الشغل كله اللي بيخلي لك العجين بقى بالشكل اللي انت شفتيه ده. طبعا مفيش اي حاجة من تحت، هي شغالة بالكهرباء. والكابل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي انا بركبه اهو، ده اخره فيشة بتدخليه في الكهرباء وهي كده بتبقى اشتغلت معاكي. سهلة جدا في استخدامها، مش عايزة اي حاجة، اهي بتدخليها في الفيشة في الكهرباء وبتشتغل. وبيبقى الهيتر اللي انتوا شفتوه ده بيبقى لونه احمر كده وبيسوي بسرعة معاكي. الهيتر والكابل ده ايطالي الصنع وموفر جدا في استخدام الكهرباء، لكن الحلة كلها هي تقريبا سعودي مش مصري. وجاية معاها هدايا كمان، البلانشة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، وكمان جاية معاها النشابة. وعايزة اقول لكم برضو ان الحلة كلها من الالومنيوم، الالومنيوم النقي اللي درجة النقاء بتاعته عالية، مش اي الومنيوم. احنا بقى عايزين دلوقتي نخبز العجين اللي احنا عملناه او الكماج اللي احنا عملناه. هنبتدي بقى نحط الفيشة كده في الكهرباء، زي ما قلت لكم هي بتشتغل بالكهرباء ملهاش دعوة بالغاز خالص. ونجيب كده الصينية بتاعتنا بعد ما سخنت ونبتدي ان احنا نحط فيها الارغفة بالشكل ده. بس اهم حاجة تسخني الصينية بتاعتك الاول وتدخليها بقى بالشكل ده، هي ليها ايد عشان تسهل معاكي ان انت تطلعيها وتدخليها بكل سهوله. بصوا بقى، شايفين العيش طالع معايا تحفه وقابب كله، مفيش حاجه مش قابه. شايفين شكله تحفه ازاي، والوش بتاعه كده احمر. انا لما بدخل الصينيه بتاعتي ببقى حاطه فيها العجين بتاعي، في ثانيه يا جماعه الا ثانيه بتستوي، بيبقى وشها بالشكل ده. بقلب كده الرغيف بتاعي وبدخله برضو، ما تحاوليش تغفلي عنها، في ثانية بتحمر الوش بالشكل ده، ما بتاخدش وقت خالص. يعني خلي بالك وانت بتخبزي فيها، ما بتاخدش وقت. يعني يمكن النص كيلو اللي احنا عملناه ده ما اخدش معايا بالظبط 10 دقايق. مجرد ما بتدخليها، مجرد ما بتطلعيها، ما بتاخدش وقت معاكي خالص. طب الارضيه بتستوي ازاي؟ انا بقلب العيش اهو زي ما انتوا شفتوا. وبصراحه موفره في الكهرباء، انا كنت خايفه من النقطه دي بس اتضح ان هي استهلاكها في الكهرباء عادي جدا. طيب في ناس بتحب تحط الاول الارغفه من فوق وبعد كده بتنزلها تحت عشان تسوي الارضيه. انا بصراحه ما بحبش اعمل كده، لان انا جربتها لما بحط الارغفه فوق بتلاقيها العيش قب وكل حاجه، بس بتبقى في طبقه ادخل من طبقه. فكده افضل لك ان انت تحطي كده العيش من تحت وترجعي تقلبيه. طب انت لو ما عندكيش الخبازه، انا سخنت صينيه حلوه قوي، يعني الصينيه دي سخنه مولعه، حطيتها كده في الفرن شويه وبعد كده جبتها وحطيت فيها الارغفه وحطيتها على ارضيه الفرن، يعني الصاج ده اللي انا حطيت عليه منخفض شويه يعني على ارضيه الفرن. وبعد كده بطلعها فوق، بتاخد حوالي يعني 10 دقايق او 15 دقيقه الارغفه عقبال ما بتطلع معانا بالشكل ده. بحطها الاول من تحت وبعد كده بطلعها تحت الشوايه. شكلها حلو جدا، بس عايزه اقول لكم ان هي اخدت مني حوالي ربع ساعه في الفرن، لكن في الخبازه المره الواحده ما بتاخدش معايا بالظبط يعني دقيقه ونص، مش اكتر من كده، يمكن ما بتكملش كمان الدقيقه ونص. بصوا بقى الكميه اللي احنا عملناها النهارده تقريبا حوالي 25 رغيف بالحجم ده، طبعا حلو جدا تقدري تعمليه سندوتشات، مفيش واحد طالع كده يعني مش قابب. كل الارغفه بتاعتي منفوخه زي ما انتم شايفين، مفيش ولا رغيف ما اتنفخش. بس بصراحة الخبازة بالنسبة لي أفضل بكتير لأنها ما خدتش وقت خالص، يعني الكمية كلها أنا بعملها يعني في أقل من 10 دقايق، مجرد ما بدخلها مجرد ما بطلعها على طول ما بتاخدش دقيقة معايا، لكن الفرن بياخد وقت أكبر من كده بكتير. شايفين بقى العيش طالع بجد شكله تحفة. اللي عايز يجيبها يكتب لي بس في التعليقات وانا هكتب لكم رقم استاذ فوزي، وتقدروا ان انتوا تطلبوه وتجيبوها منه، بتيجي بكل سهولة. واللي عايز برضو يعرف سعرها او اي معلومات عنها يكتب لي في التعليقات. انا مش عايزه اقول سعرها في الفيديو كام لان الفيديو هيفضل موجود على القناه، واكيد طبعا مع الوقت سعرها هيتغير. على فكره انا دافعه حقها بالكامل، دي بس خدمه لمتابعيني وحبايبي. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.